انا اصلا الجواز مش فارق معايا، والجواز مش حاجة نطلة. انا عندي 27 سنة. واحنا الحمد لله اغنياء، يعني عايشين يعني عايشة عيشة مرتاحة. عندي عربية ومتدلعة شوية، ومتعودين في بيت بابا ان ماما مش بتطبخ كل يوم، لا بتجيب اكل جاهز على التسوية من واحدة بتعمل اكل بيتي. كل ما اقعد مع عريس بقوله انا مش هطبخ. فعلا مش هوجع رجلي في وقفة المطبخ، وممكن اطبخ مرتين بس في الشهر، وباقي الشهر اجيب اكل جاهز على التسوية. ده شرطي الاول. ماشي. وشرطي التاني بقوله مش هقف جنبك في حاجة ولا هساعدك، عشان بعد كده مش هيتمر فيك وهتروح تتجوز عليا. طيب. ثالثا او تالت حاجة، ماشي. لازم يبقى ليا مصروف عشان افضل حلوة وبلمع في عينك. يقوم يحدد لي مثلا مصروف قليل. قلت له لا انا عايزة مصروف كبير. المهم محدش بيوافق على شروطي. انا مش زعلانة والله حتى لو مش هتجوز. اصل الجواز مش حاجة نطلة الايام دي يعني. الكل بيتطلق والستات هنا معدومين العافية بصراحة. وبيجروا ورا عيالهم في المحاكم. وانا فانا حطيت شروطي دي حفاظا لكرامتي بجد. وبعدين انا بسافر دبي كل سنة وبروح عمرة، وبطلع شرم والغردقة. يعني بجد جواز اخر همي. وعندي شغلي الخاص. رأيكم يهمني. طيب. بصي انا عايزه اقولك ان انتي يعني ما شاء الله عليكي، يعني مرتبه افكارك وكله تمام وعارفه انتي عايزه ايه وعايزه اقولك على حاجه تاني. يعني هي السن ما شاء الله. كل ما طبعا يعني 20 و21 والحاجات دي بيبقى، او من اول 19 17 الحاجات دي بيبقى رومانسيات مش عارف ايه لفلفات والحاجات اللطيفة دي، وبيبقى بيجروا ورا الجواز ويلا نلف المروحة الدنيا مروحة والكلام اللطيف ده. ولكن كل ما الإنسان بيكبر بيبدأ عقلانية أكتر وتفكير أكتر، وبيبقى محدد اتجاهاته أكتر. فأنتي خدي بالك إن ده يعني سلاح ذو حدين. اللي انتي بتعمليه ده سلاح ذو حدين. انت عارفة انت عايزة ايه، مرتبة نفسك ومرتبة اتجاهاتك ومرتبة افكارك. حلو جدا. ولكن عايزة اضيف لك حاجة. تعالي كده ناخد بالنا بس من طريقة الايه ان انت بتقولي شروطك. طريقتك وانت بتقولي شروطك لو بتقوليها زي ما انت كباها كده، هقولك ان انت ولا في سن ال50 هتلاقي حد. ليه بقى ليه؟ عشان الشروط يبدو فيها او يبان فيها التكبر او يبان فيها الغرور. يبان فيها ان انتي انسانة متعجرفة شوية، شايفة نفسك بتخرجي بتسافري عندك شغلك، ماما بتجيب اكل جاهز وبتعمله بتبقى جاهزة على التسوية، انتي كمان مش عايز تعملي اكل. الحاجات دي كلها لو قلناها بصفة او بصورة طبيعية ان ده اللي بيحصل عندنا في البيت، فانا كمان هعمل كده. اصلا لما طلعت في بيتنا ما لقيتش ماما بتطبخ، فانا كمان هعمل كده. لو اتقالت بالصورة دي خلاص هتتاخد عادي، مش هتتاخد على محمل ان انت حد مغرور او حد متكبر. فتعالي نصيغ الشروط بتاعتك دي بطريقة تخلي الانسان لو هو مطابق ليكي في الشروط يقولك اه يلا اكسبت تمام، انا معاكي. ولكن ما يخافش منك من سنة الغرور او من سنة التكبر. لان انت لو انت بتقولي له انا مش هقف جنبك عشان ولا هساعدك علشان خاطر انت مش هيتمر فيك وهتروح تتجوز عليا. دي كده هيقولك على طول يلا انا مش عايزك ويلا بالسلامة. وحتى لو انت انسانة جميلة ولطيفة وحلوة هو مش هيفهمك. لو انت بتقولي الكلام ده لناس عارفاكي وعارفة دماغك، زي مثلا واحدة صاحبتك، واحدة قريبتك، حد حتى زميل في الشغل، واحدة صديقة، دول ناس عارفاكي وعارفة دماغك وعارفة انت بتفكري ازاي. ولكن حد جديد لسه داخل حياتك ده مش عارف دماغك ومش عارف ترتيباتك، فمش فاهم طريقتك.
فممكن يفهمها ان انت على طول ده انسانه متكبره ومغروره ومش عايزه تقف تطبخ، ما كل الستات بتطبخ، ومش عايزه تقف ت... 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 ولا هتقف تساعدني ولا هتساعدني في اي حاجه حتى لو احتجت المساعده، عشان هتقولي انت اصلك مش هيتمر فيك وهتروح تتجوز عليا. انا عايزه مصروف ليا خاص عشان اعمل واسوي ايه، طب انا هقدر اعمل ايه ولا ايه، طب انا لو ما عملتلاش هتروح تسيح لي عند اهلها وعند بتاع، ولا هتسيبني وتمشي وتقول لي طلقني، ويبقى انا دخلت وصرفت في الجوازه وبعدين في الاخر انا ما استفدتش حاجه من الجوازه، وصرف كله راح على الفاضي، والبيت اللي انا فتحته اتقفل تاني. فعايزه اقولك ان طريقتك كويسه وتفكيرك حلو، ولكن صياغتك للكلام هي اللي ممكن تبوظ. انه حد ممكن يكون عنده نفس الاتجاهات ونفس التفكير، ما بيفكرش في ان انت لازم كل يوم تقومي تطبخي، ولازم كل يوم تعملي معرفش ايه، ولازم كل حاجة تهتمي بكذا وتعملي كذا. ممكن يكون هو كمان تفكيره زي تفكيرك، بس ينفر منك من ان انت بتقولي الكلام بطريقة تبدو فيها الغرور والتكبر. فقولي بس الكلام بطريقة حلوة، بطريقة مستصاغة، بطريقة اللي هي بطريقة البيت عندكم، بطريقة ان انا ماما كذا وطريقتنا كذا وحياتنا كذا، فانا كمان هعمل كذا. ف يعني انا مش هقدر اعمل الحاجات التانية عشان انا مش هعرف اعملها. فمش هيبان فيها ان انتي مغرورة ومتكبرة، هيبان فيها ان انتي ما بتعرفيش تعملي ده، فانا مش هعمله عشان انا مش هعرف اعمله. طيب هو رخر عنده نفس الاستعداد، يبقى هيتقبل. انا بكده ما عنديش كلام تاني. باي باي.